انه بقى لما يبقى متضايق يقول لي يا عمية يا ام ابيض واسود. انا لما سمعت الكلمة دي جسمي تلج وما قدرتش امسك نفسي. انا عملت كل حاجة، جهزت كل حاجة للفرح، فرحانة جدا يا جماعة، اعمل ايه؟ السلام عليكم، معاكم عبد الرحمن ابراهيم وده برنامج فضفضه، البرنامج اللي بتفضفضوا فيه وبتشاركوا فيه مشاكل. لو عندك مشكله او اي استفسار هتلاقي لينك صراحه اول كومنت، ولو بتتابعني من على تيك توك هتلاقي اللينك في البايو. يلا بينا نبدا. مشكله النهارده، واحده بتحكي وبتقول انا عندي 22 سنه واكتشفت من وانا عندي 9 سنين اني مريضه عمى الوان تام، والحمد لله الموضوع مش مضايقني خالص، بالعكس انا بحب نفسي كده قوي وحاسه انها ميزه، ونظري كويس. بس انا كل الموضوع معقد بالنسبه للناس. لما يجي لي عريس مجرد ما يعرف السبب ويسمع كلمه عمى بيتخض ويجري. انا مراعيه جدا ان الموضوع ده يخوف فعلا والناس مش فاهمه لانه مش منتشر. بس حبيت واحد واتخطبنا، فرحي بعد العيد، لكن بيستخف جدا بالحوار ده. ونبقى ماشيين في الشارع يقول لي العربيه دي لونها ايه ويضحك. قلت لنفسي يا بنت عادي، بس الموضوع زاد قوي عن حده. انه بقى لما يبقى متضايق يقول لي يا عمية يا ام ابيض واسود. انا لما سمعت الكلمه دي جسمي تلج وما قدرتش امسك نفسي. انا عملت كل حاجه، جهزت كل حاجه للفرح، فرحانه جدا يا جماعه، اعمل ايه؟ بصي، هو اللي بيحب حد مش بيجرحه ولا بيذله ولا بيعيب فيه حتى على سبيل الهزار. تصلي صلاه استخاره مره واتنين وعشرة لو باقي على الفرح ساعات مش بس ايام او شهور. انت جميله جدا ومميزه، واللي ميزك ربنا سبحانه وتعالى، مش اي حد يعني عشان الباقي يستخف دمه ويهزر. والعمى عمى بصيره مش عمى القلب او النظر، وهو ما شاء الله اعمى القلب والبصيره. راجعي نفسك وصلي صلاه استخاره زي ما قلت لك، وربنا ييسر لك امورك ويوفقك. لو عندك مشكله او اي استفسار وحابب تبعته لنا هتلاقي لينك صراحه اول كومنت، ولو انت بتتابعني من على تيك توك هتلاقي اللينك في البايو. السلام عليكم.